السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد الله إنه يحبكم في الله. النهاردة إن شاء الله معانا طريقة عمل الكبد والقوانص، إن شاء الله هعملها معاكم في الطاجن. هنا الكبدة أنا بنضفها، هنا نضفت الكمية كلها، بس سبت شوية عشان أوريكم أنا بعملها إزاي. هنا في حتة سمرة بتبقى في الكبدة، بتخلي الكبدة زفرة جدا مهما غسلتيها ومهما نقعتيها في المحلول بتاعها، برضو بتخليها زفرة. فاحنا معاكم هنشيل الحتة السمرة ديت عشان خاطر ما تخليهاش انها زفرة. بصوا بتبقى عاملة زي العرق كده. شفت انا مع حضراتكم بعملها ازاي وبرحها على الكبدة عشان ما تتهريش. بص هي طلعت معانا اهيت. هي دي بقى اللي بتخلي الكبدة زفرة جدا مهما غسلتيها. كده معاكم وانا بنضف الكبدة، برضو لقيت حتة تاني برضو معاكم هشيلها. اي حتة في الكبدة هتلاقوها كده شيلوها. بغسلها طبعا كويس جدا، ومعاكم اهي بسم الله ما شاء الله، ما فيهاش اي حاجة خالص. هخلص الكمية وهرجع لكم تاني ان شاء الله. هنا معايا مية بتغلى اهي، عشان انا هاخدها غلوتين على النار. حطيت فيها الكبد والقوانص اهيت عشان كأنها بتستوي، عشان نطلع منها الزفارة برضو. بص مع حضراتكم اهو. هنا حطيت زي ما بسلق الفراخ بالظبط، فلفل اسمر، ملح، معانا قرن فلفل اهوت، ورق لوري، عود قرفة، حابينه مش حابينه براحتكم، كبابة صيني. بعملها زي الفراخ بالظبط، يعني انا بعملها زي الفراخ. هرجع لكم تاني بقى ان شاء الله بعد ما تستوي. هنا معاكم اهو حطينا معلقتين سمنة عشان هشوحها معاكم الاول، كأنها انا بشوحها يعني وهي نية. بس خلي بالكم في تركاية، لما تستوي كده بتطلع كل الزفارة اللي فيها. هنا معاكم اهوت مستنية السمنة انها تعمل شوية، تسخن شوية، وهحط معاكم الكبد والقوانص. اول ما نحط الكبد والقوانص يا جماعه ما تقعدوش تقلبوا فيها، عشان الكبده ما بتستحملش، بتتنهري بسرعه. هنا هو تسيبها بس ثانيه كده بس تهدى وتاخد صدمه السمنه. بعد كده هنزل معاها معاكم معلقه كزبره، معلقه بابريكا، معانا معلقه فلفل اسمر، معلقه جنزبيل. ما شاء الله الحاجات ديت بترفع المناعه يا جماعه، ما تنسوش معلقه فلفل، معلقه قرفه، ومعلقه ملح. كده هشوحه كله مع بعضه كده عشان خاطر البهارات كلها تخش في قلب الكبدة، كأني بحمرها بالظبط. يعني كأني بحمرها بالظبط، بس ما شاء الله الريحة تحفة تحفة، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هفضل بقى اشوح فيها كده لحد ما تاخد لون كده، لون التحمير. وهقول لكم تاني ان شاء الله هنعمل ايه. كده مع حضراتكم اهي اتحمرت اهي، هنزل عليها بالبصل. البصل كمية البصل بقى اللي حابين حضراتكم تحطوه. هنا بسم الله ما شاء الله بنزل بالبصل اهوت، وهنشوحها برضو مع بعضينا بالبصل لحد البصل كله ما يتجانس مع الكبدة. بسم الله ما شاء الله. بالراحة يا جماعة وانتوا بتقلبوا الكبدة بالذات عشان ما تتهريش. بسم الله ما شاء الله، هي ما شاء الله معاكم. ما شاء الله ريحتها ما شاء الله ما شاء الله. ريحتها تحفة والله بجد. ممكن تأكلوا منها الأطفال كمان، الأطفال اللي عمرها سنة. أقل من كده ما تأكلوش الأطفال اللي أقل من عمرها سنة منها. وبسم الله ما شاء الله هنزل بقى معاكم بالتكة الجميلة أهي. بسم الله ما شاء الله. هنزل بقى معاكم إن شاء الله بإذن الله بالتكة الجميلة. الفلفل دول قرنين فلفل رومي مع قرن حراق، الأطفال هتاكل منها. خلي بالكم يا جماعة ما تحرقوهاش قوي. وما شاء الله دي اني بشوح فيها اهيت. ما شاء الله اللهم بارك، ريحتها الله اكبر، يا ريتكم معايا وبتشموا الريحه. حطينا معاكم في هاي الطاجن. الطاجن كنت مسخناه قبليها عشان لازم يكون سخن. هنحط معاكم الكبد والقوانص في الطاجن. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. الريحه تحفه 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 والله. والله الريحه ما شاء الله، والله الريحه تحفه. ما شاء الله اللهم بارك. طعمها جميل جميل جدا ولا ريحتها. هنا معاكم بقى. هنرجع تاني ان شاء الله لما تستوي كده ان شاء الله باذن الله. رجعنا لك اهو بعد ما استوت. بسم الله ما شاء الله طعمها وريحتها روعه. اعملوا بقى جنب منها رز بشعريه، وما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم وتعليقاتكم الحلوه عشان القناه تكبر بيكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.